حبيت اعمل تجربه ما بين كلبتين من كلابي. الاتنين هم كلاب بلدي تبني، طبعا هم كلاب بلدي ميكس. واحده اللي هي مانشي عندها سنتين، وفيونكا عندها 7 سنين. الاتنين بالرغم من ان هم مختلفين عن بعض في حاجات كتيره، ولكن بيتفقوا مع بعض على حاجه واحده، الا وهي ان الاتنين عندهم مقاومات جسديه هايله، وبيعرفوا يعدوا حواجز، وبيعرفوا يعدوا من حيطان، وينطوا نطات هايله جدا. فانا استغليت فرصه ان احنا عملنا الملعب الجديد في ان انا اعمل التجربه دي. والتجربه دي هي ان انا هيبقى كل واحده فيهم ليها جايزه عباره عن اكل هي بتحبه في طبق اكل، والاكل ده هحطه بره الملعب، وهشوف كل واحده فيهم هتشغل مخها ازاي عشان توصل للاكل ده. للعلم انا قبل ما اعمل التجربه الاتنين كانوا اوريدي واكلين اكلهم، ولكن الجايزه هي اكل شهي جدا بالنسبه لهم، فبالتالي كل واحده هتبقى عايزه توصل له. بدات التجربه بمانشي كلبتي، وبعد ما سبت لها الاكل زي ما شفتوا في اول فيديو وريت لها الاكل وسبته بعيد عندها في الناحيه اليمين. اوكي، واقفه هي بتبص على الاكل بتفكر. تمام. بعد كده شافتني معدي، انا طبعا سرعت شويه عشان تبقوا عارفين، بس هي مجمل الوقت اللي خدته تقريبا 3 دقايق ونص او 4 دقايق عشان تكتشف الموضوع. قاعده تتفرج شويه. هنا كانت بتتهوى وطبعا علشان توصل لي. تمام، او كانها بتنادي عليا عشان اجي اساعدها تاخده. تمام. فانا اوريدي كنت مشيت، وفي نفس الوقت انا عارف ان هي كده كده هتعرف تطلع وتاخد الاكل وهتتصرف. يعني مانشي بسم الله ما شاء الله تعرف تتصرف. طبعا هي بتهوى تاني. هتقف بقى مش هتلاقي امل، فبكل بساطه هتقعد تدور يمين وشمال. كانت عند الباب، الحته اللي دخلت فيها تحت دي باب المكان، عماله تدور فيه مش هتلاقي امل. فبكل بساطه مانشي وبكل اريحيه هتقوم عامله اسهل حاجه تقدر عليها. هي خلاص بصت على المكان وعرفت الابعاد، نطت نطه. تمام، هي عارفه الملعب طبعا، بس هي بتكتشف بقى هتنط توصل الاكل ازاي. التانيه بالظبط قامت معديه وزي ما انتم شايفين قامت نازله. تمام، دي حته برضو داخليه. اوكي، وبعد كده الحته دي مقفوله فقامت طالعه منها تاني ونزلت وصلت الاكل. مانشي اخدت 3 دقايق بالظبط. نيجي بقى لفيونكا. طبعا فيونكا اكبر منها بكتير، وبصراحه عاشت في الشارع فتره من عمرها، ففيونكا بتعرف تتصرف احسن من مانشي بصراحه، ويعني ذكيه جدا زي مانشي، ولكن ذكائها في حته الهرب والخروج والبتاع اعلى بكتير. فزي ما انتم شايفين هي انا وريت لها الاكل، اتحركت، راحت بصت بتشوف ابعاد المكان، بتشوف انا اقدر اطلع منين والكلام ده كله. خدت لفه كده بسيطه زي ما انتم شايفين، وبتتحرك اهي وبتمشي، وقامت باصه لفوق، عرفت المسافه وطلعت الحمد لله وعدت. طبعا قلبت الكاميرا وهي بتعدي، وقعت تاني، قامت معديه خلاص. طبعا عشان الكاميرا وقعت فانا قلت اعيد التجربه تاني، وقمت دخلت فيونكا جوه وفي ايدي الطبق، وقلت هلف واعمل معاها نفس الكلام تاني. طبعا الكاميرا مربوطه في حاجه بس اتهزت لما فيونكا هزت السور فقامت وقعت. فانا لفيت تاني، اصلا انا ما لحقتش المره دي لان بكل بساطه فيونكا خلاص عرفت المخرج فخرجت بكل بساطه. تمام، قلت اعيد معاها لتالت مره. اوكي، عشان تشوفوا بس هي بتنط ازاي، عايزكم تتفرجوا السرعه اللي هي هتعملها بيها بكل بساطه برضه. وبكده نقدر نقول ان اللي كسب في التجربه دي هي فيونكا، لان فيونكا اول حاجه اختارت الطريق الاقصر، وتاني حاجه كانت الاسرع في ان هي تكتشف طريق الخروج. قولوا لنا رايكم في التجربه واقترحوا علينا تجارب تانية نعملها مع